السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا بيهم كل شاب، ومشكلة موجودة في كل بيت في مصر. الموضوع ده عن علاقة الأب بابنه الشاب. أنا عايز أعرف بس أنت كأب لما تدخل البيت وتقعد تلوم وتزعق وتعاتب في عيالك على كل كبيرة وصغيرة، وتطلع زهقك وتطلع ضغوط الشغل وضغوط الحياة كلها فيهم، أنت كده كأب استفدت إيه؟ طب هما ذنبهم ايه؟ يعني عيالك دولت ذنبهم ايه انك تطلع فيهم الضغوط دي كلها والزهق ده كله؟ الحياة صعبة وضغوط الحياة كتيرة، ده امر مفروغ منه، بس اعرف ان انت باللي انت بتعمله ده كأب انت كده بتطلع او عيالك عندهم عقد نفسية وامراض نفسية لا حصر لها. صحة عيالك النفسية اهم من ملايين الفلوس اللي ممكن تعملها واللي هتبقيها لهم، وده لانهم لو طلعوا عندهم امراض نفسية او عندهم نقص في شخصيتهم هيفرتكوا الفلوس اللي انت هتعملها دي كلها في خلال بس او في سبيل ان هم يسدوا نقصهم ده. ولو هم واثقين في نفسهم وفي قدراتهم هيقدروا ينجحوا ويحققوا كل احلامهم واهدافهم بنفسهم من غير الفلوس اللي انت سايبها لهم دي. طب مين الاول؟ ابنك يبرك ويسمع كلامك ويطيعك وكده فانت تقوم عامله كويس وتحسن اليه وتديله اللي هو عايزه وكده، ولا العكس؟ مين الاول؟ بص، احكي لكم قصتين. القصتين دولت عايزك انت كأب مع احترامي لحضرتك تاخد منهم عبرة وعظة، لان هم هيفيدوك جدا. القصة الاولى وهي قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. لما سيدنا ابراهيم شاف في المنام انه بيذبح ابنه سيدنا اسماعيل، عمل ايه؟ راح قال لابنه يا بني. وعايزك تركز قوي في كلمة يا بني، دي كلمة بتحتوي كل معاني الرحمة والحب والحنان. إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنت واخد بالك؟ بيقول له فانظر ماذا ترى، يعني بيخيره، مع إن سيدنا إبراهيم عارف إن سيدنا إسماعيل ابنه عارف إن رؤيا الأنبياء حق وإن هي واجب تنفيذها، ومع ذلك بيقول له فانظر ماذا ترى، يعني مفيش بعد كده بصراحة. فإرادة طبيعي جدا من الابن قال له يا أبتي. ويا أبتي دي كلمة بالظبط زي يا بني، يعني ده لكل فعل رد فعل، ده الرد الطبيعي، يا أبتي افعل ما تؤمر. فكانت البداية من الأب الأول بأن هو عامل ابنه كويس وبأن هو اداله الحب والحنان وعامله بالمعروف، فالرد الطبيعي جدا من الابن كان بنفس الطريقة. القصة الثانية وهي النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عنها عن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. معلش ركز معايا كده، هي دخلت النار ليه؟ علشان قطة، يعني حيوان. طب عملت ايه فيه؟ حرمتها من حقها في الحياة وهو الأكل والشرب. طيب انت اولادك دول ليهم حق كبير خالص عندك، وهو ان انت تعملهم كويس وتديهم حب وحنان، تملى الكوبايه دي عندهم. فانت لما تحرم عيالك من الحب والحنان والحضن الدافي والكلمه الحلوه، فانت كده بتحرمهم من حقهم الطبيعي في الحياه ومن حقهم فيك كأب. مش بس الفلوس اللي انت عمال تديها لهم كل يوم هو ده واجبك وبس، وكمان بتعيرهم بيها انا اكلتكوا شربتكوا جوزتكوا علمتكوا والكلام ده كله. لا، فاعرف ان انت بس مش هتتحاسب على الحرمان اللي انت حرمته لهم ده بس، لا ده كمان انا عايزك كأب ما تستناش منهم انهم يبروك لما تكبر ويعملوك كويس، لان كل اناء ينضح بما فيه، واللي انت زرعته فيهم هتجنيه. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير عشان يوصل لكل بيت، واستنوا الفيديو الجاي لان هو بيكمل الفيديو ده وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.